لو لقيت حد بينزف من مناخيره فاوعى تخليه يعمل الحركة دي، اوعى تخليه يعمل الحركة المنتشرة، وهي ان اول ما مناخيره تبدأ تنزف يرجع دماغه لورا، لان كده الدم هيرجع لورا وممكن ببساطة يدخل في مجرى التنفس، وده ممكن يسبب له مشاكل كبيرة جدا وممكن يتخنق ويموت. طب المفروض يعمل ايه بالظبط؟ اول حاجة المفروض انك تطمنه وتحاول تهديه، ولو موجود في مكان حر او التهوية فيه مش كويسة ممكن تنقله لمكان يكون احسن. تاني حاجة وعلى عكس المتوقع هتخليه ينزل دماغه لقدام زي الصورة كده بالظبط، وتخليه يضغط بايده على مناخيره من قدام كده بالظبط. الكومبريشن او الضغط ده هيساعد ان الدم يقف بسرعة بإذن الله. طب لو عدى فترة والدم برضه موقفش ممكن تجيب تلجة صغيرة وتحطها على مناخيره من فوق هنا. تلج هيساعد ان الاوعية الدموية اللي فيها المشكلة هتنكمش، وده هيساعد ان النزيف يقف بنسبة كبيرة. اما لو النزيف استمر لمدة طويلة عادت النص ساعة مثلا فكده لازم تاخده تطلع بيه على اقرب مستشفى، لان التعامل بعد كده هيكون معاه مختلف. قول لنا في الكومنتات بقى الطريقة اللي بتستخدمها عشان توقف بيها النزيف، وكنت تعرف المعلومة دي ولا لا. انا دكتور عمر صبري والف سلام.